اشتري ذهب ولا اشتري عقار؟ طيب ايه رايك نعملها بشكل بوينتس؟ يلا بينا. لو عايز احافظ على فلوسي. بص، هو الاثنين الهدف منهم الاساسي ان انت تحافظ على قيمه الفلوس بتاعتك، لكن خلينا نكون صراحه، العقار وارد جدا ان انت ممكن تخسر فيه، نسبه المخاطره فيه اعلى شويه، لكن الذهب هو ذهب، فبالتالي انا هدي 2 بوينتس هنا للذهب، 1 بوينت بس للعقار. عايز حاجه تجيب لي عائد. بص، هو الذهب طبعا ما بيجيبش عائد، العقار هو اللي بيجيب عائد، سواء عن طريق الايجار اللي بنسميه الكاب ريت او عن طريق العائد على الاستثمار نفسه اللي بنسميه الار او اي. فهنا هدي 2 بوينتس للعقار ولا بوينت للذهب. عايز حاجه اسيلها بسرعه. دوره بيع العقار هي تقريبا من 3 شهور ل 6 شهور، وما اعتقدش انك بكلمه اسيلها بسرعه دي تقصد المده دي. فعلا عايز حاجه بيها على طول. لا، يبقى في الحاله دي الذهب هيكون افضل لك، بس على الرغم ان الذهب التسييل بتاعه اسرع شويه، الا ان عشان اسعاره فلكتويتد متغيره من وقت للتاني، فوارد جدا وانت بتبيع تخسر عشان بتبيع بسعر اقل من اللي انت اشتريته. عشان كده انا هدي 1 بوينت بس للذهب ولا بوينت للعقار. كده احنا وصلنا كام؟ الذهب 3 بوينتس والعقار 3 بوينتس، بس انا كده احترت. بص، هو المشكله هنا ان الناس بتجاوب بشكل مطلق على السؤال ده، السؤال ده ملوش اجابه مطلقه، هو على حسب اولوياتك. يعني مثلا لو افترضنا ان انت راجل تاجر وبتحتاج ان انت تسيل فلوس بشكل سريع، ساعتها هيكون الذهب افضل لك، لان حتى لو انت خسرت فيه على المدى القريب، وارد جدا ان انت تعوض خسارتك دي من التجاره بتاعتك او الصفقه بتاعتك. اما لو انت حابب ان يكون ليك عائد امن واستثمار طويل المدى، هيكون ساعتها العقار هو افضل لك، والكيسز كتير ومختلفه، عشان كده انا سايب لك لينكس في المصادر تقدر انت تستفيد بيها.